البحر مكان كلنا بنشوفه هادي وجميل، لكن تحت السطح فيه وحش ما بيختارش ضحاياه، لكنه بيبتلعهم فجأة وبيسيب وراه صمت مخيف. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور، البس السماعات، وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. ديسمبر 1991، عبارة سالم إكسبريس راجعة من جدة لميناء سفاجة. الركاب حوالي 500 ل 700 شخص، أغلبهم عائلات، ناس راجعة من عمرة، معاهم شنط مليانة هدايا، لعب أطفال وذهب وتمر ومية زمزم. الكل فرحان ومطمن، محدش يعرف إن الرحلة دي مش هتوصل أبدا، وإن السفينة هتتحول لمقبرة تحت البحر الأحمر. الجو كله مليان أمل، مفيش حد متخيل إن السلام مش مستنيهم، وإن البحر هو اللي واقف في النص. الساعة قربت لنص الليل، الجو بارد والبحر هادي، وفجأة السفينة بتتخبط في الأعشاب المرجانية، الجدار المعدني يتشق والمية تبدأ تدخل للسفينة. راكب من الركاب كان بيصرخ وبيقول: في مية داخلة، السفينة بتغرق. حد بيجري ناحية الباب وبيخبط: افتحوا افتحوا. النور يطفي، صمت اللحظة، وبعدها بدأ الجحيم. الممرات اتملت دخان وصرخات، الناس بتجري يمين وشمال، أم بتحاول تمسك ابنها الصغير لكنه بيتسحب منها وسط الزحمة. المية بتغرق الكبائن، واللي تحت اتحبسوا ومفيش وقت انهم يطلعوا. شاب يخبط بإيده وفضل يصوت لحد ما صوته اختفى. البعض حاول ينط في البحر، لكن البحر في نص الليل مش بيرحم حد. ناجي من الناجيين كان بيحكي: شفت أمي بتغرق قدامي، كنت ماسك إيديها، البحر سحبها، ولحد النهاردة صوتها دايما بيطاردني في الكوابيس. وناجية تانية قالت: كنا محبوسين، فجأة المية دخلت من تحت الباب، صرخنا بس مفيش حد سمعنا، واللي طلع صدفة. بعد الكارثة دي الجثث اتجمعت على شاطئ سفاجة، والجنازات كانت بالآلاف. ناس قالت إن القبطان مسؤول لأنه كان ماشي بسرعة وكان قريب من الشعب المرجانية، وناس تانية قالت دي لحظة قدر وما كانش ينفع إن احنا نتفاداها. لكن البحر ابتلع تقريبا نص الركاب، مئات الأرواح، من غير حتى ما يديهم فرصة إنهم يقولوا الوداع. النهاردة سالم إكسبريس لسه نايمة في قاع البحر الأحمر. الغواصين اللي بينزلوا هناك بيحكوا عن مشاهد مرعبة، كراسي لسه في مكانها وشنط لسه متقفلة، لعب أطفال متسابة كأن الطفل كان ماسكها من شوية، والسفينة بقت كأنها مجمدة في لحظة الموت. ودلوقتي خلونا نسمع شهادة من شهادة الغواصين اللي نزلوا لسالم إكسبريس. وبشاور لسيد المصور اللي معايا وبقول له: هي الشنطة ديت اللي أنا هاخدها وأطلعها على السطح. وأنا بصله شايفه بيرفع إيده للسماء، بيشاور على ربنا وبيقول لي لأ. لما طلعت بعد الغطس سألت سيد: أنت عملت كده؟ قال لي: ما حصلش. بس أنا من كلامه ومن الإشارة اللي أنا شفتها، اللي أنا مش عارف هي حقيقية ولا مش حقيقية، أنا قررت إن أنا أسيب الشنطة في مكانها. وأول ما سبت الشنطة كل حاجة اتغيرت. إحساسي أنا اتغير تماما. أنا حسيت إن إحنا اتنقلنا لمكان تاني خالص، ما بقاش في طيار، الجو بقى هادي جدا، كم من السكون والسكينة الغريبة جدا داخل السفينة. السفينة سمحت لنا إن إحنا ندخل جواها، وتحولت الغطسة من غطسة كنا بنتعذب بيها جدا علشان نوصل لغطسة في غاية الهدوء. لمدة نص ساعة بنتجول داخل سالم بين الشنط وبين العربيات وبين الحاجات اللي موجودة داخل السفينة بدون أي ألم وبدون أي عذاب. الطبيعي في أي غطسة من النوع دوت إنك تستهلك كميات كبيرة جدا من الهواء اللي موجود معاك. انت بتغطس على عمق كبير وداخل سفينة وبالليل، ده بيؤدي إن الواحد استهلاك الأكسجين أو استهلاك الهواء في جسمه يزيد.
احنا دخلنا السفينة ب150 بار، وبعد نص ساعة داخل السفينة خارجين ب120 بار. سالم اكسبريس مش مجرد حطام، دي مقبرة تحت المية. البحر احتفظ بأسرارها، أرواحها وصرخاتها، والنهاردة أي غطاس يقرب منها يحس بحاجة غريبة، كأن السفينة ما ماتتش، كأنها لسه بتتنفس. يمكن البحر ساكت، لكن الضحايا لسه بيصرخوا. والسؤال اللي ملوش إجابة، هو البحر اكتفى ولا لسه مستني اللي بعدهم؟ وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة.